يقولون الشيخ الكعبي شيخ عبد الزاهر الكعبي من قرأ المقتل في صحن الإمام الحسين ذيك السنة قبل سنين طويلة رحمه الله. يقول من طلع تلقاه واحد وجهه القمر، قال له شيخنا ما تجي تقرأ لنا مجلس تعزية؟ اكو سادة علويين ابناء الزهراء قاعدين يريدون تقرأ لهم مجلس ولو كم بيت شعر. قال له والله تعبان، استوني قاري مجلس، استوني قاري المقتل ساعتين ثلاثة وتعبان سامحني. يقول قال لي اقسم عليك بضلع فاطمة ان تجي وياي. يقول صدق خجلني، رحت وياه. يقول لقيت قاعدين بس سادة معممين وجوههم الأقمار كأنها تسبح في غدير دمائي. يقول واكو منبر، يقول أنا مستعجل أريد أقرأ وأروح لأهلي أنام. يقول صعدت على المنبر قريت، يقول إجت ببالي أبيات أنا الوالدة يا حسين يا ابني. يقول هي وحدي إجت الأبيات مو كأني أنا أقراها. أنا الوالدة يا حسين يا ابني من ريد ذباحك ذبحني. هاي الأبيات ايش كثر مشهورة وايش كثر تنقرأ، بس من تسمعها وكأنما أول مرة تسمعها. سبحان الله، أبيات إلهية، أبيات ربانية. يقول أنا أقرأ أنا الوالدة والقلب لهفان وادور عزبني ويان ما مولاتي هلالة مأتمكم. يقول أنا من قلت على الوالدة وإذا صوت من وراء المنبر يصيح وولدا. يقول قضيت المجلس خلصت طلعت بالباب لحقني هذا الرجال اللي جابني. قال لي أنت تدري وين قرأت؟ قلت له وين؟ قال لي ذولا أبناء رسول الله أئمة أهل البيت، وهذا الصوت وراء المنبر صوت مولاتنا فاطمة. قلت له أنت منو؟ قال أنا خادمهم حبيب ابن مظاهر.